الذي يخلو من الكتاب والشعراء هو مجتمع بلا قلب، والمجتمع الذي لا يساهم هؤلاء في نهضته هو مجتمع بلا رأس. في حوار يحمل عنوان المثقف والمجتمع نلتقي بالكاتب والشاعر والمعتقل السابق الأستاذ عمر رسول، ونرحب به في منتدى هيفي الثقافي على أسير راديو هيفي اف ام. فأهلا بك. أهلا بك. بداية، من هو عمر رسول الإنسان والكاتب؟ سؤال صعب حقيقة، يعني لم أسأل نفسي هذا السؤال من قبل. من هو عمر رسول؟ عمر رسول هو باختصار كائن صغير بريء ينهض كل صباح يتعلم من الشمس ومن الشجر ومن حركة الطيور لغة يومه. عمر رسول هو طفل كبير في الواقع. لا أنسجم نفسي إلا حينما ألوذ بطفولتي، أعود إلى طفولتي وأحاول أن أمارس تلك الطفولة في كل خطوة من خطوات حياتي. لكن حينما يتقدم العمر المجتمع يرفض أن تكون طفلا بينهم، لأن المجتمع نتيجة العلاقات الموجودة في الشارع وفي السوق وفي العلاقات السياسية وغيرها يضمحل الطفل قليلا، يذوب الطفل قليلا حينما تنتقل من عالمك الخاص إلى المجتمع. وهل هذه إيجابية مجتمعية حينما يضمحل الطفل في إطار المجتمع الكبير؟ لا أبدا. المجتمع يحاول دائما أن يستلبك من كل جميل. حقيقة المجتمع خاصة مجتمع مضطهد مثل المجتمع الكردي، جميع القضايا فيه تكون قصووية، لأنه مجتمع الحاجة، وبالتالي يكون توازنه أو القيم الجمالية الموجودة أحيانا أيضا تترنح تحت هذه الحاجات القصوى. لذلك حينما تنتقل كطفل صغير إلى هذا الواقع حقيقة تفقد شيئا من براءتك، وهذا طبعا لا أعرف إلى أي حد المجتمع ككل فقد براءته. أعتقد هو محتفظ بهذه البراءة، ولكن فقط يحتاج إلى واقع سياسي جديد، إلى معادلات حياتية جديدة، معادلات اقتصادية جديدة، حتى تعيد الإنسان إلى جمالياتها التي فقدها في هذه المعمعة. إذا تجاوزنا عمر رسول الإنسان ودخلنا به في إطار دوره كمثقف، ماذا يمكنه أن يقول؟ طبعا إشكالية المثقف حقيقة، هناك إشكالية دائما. المثقف، من هو المثقف حتى نعرف، حتى نجيب على سؤالك؟ المثقف هو المتشرب لعاداتي وتقاليدي ومجمل القيم التي تتحلى أو يتحلى به مجتمع المثقف، لأن الثقافة هي الجانب الروحي للمجتمعات، هي كلية المجتمع بالجانب الروحي. حينما نقول الثقافة تعني هذا الجانب من مجتمع ما، من أمة ما. والمثقف هو إنسان أولا وأخيرا يحاول قدر الإمكان أن يتعلم هذه الأمور، ولكن إذا أضفنا عامل المطالعة والقراءة، وهذا طبعا هو التعريف الظاهري للمثقف، ولكن المثقف هو أشمل من هذا التعريف.
المثقف ليس بعدد الكتب التي قرأها أو الأفكار التي يحملها. المثقف هو الذي تمثل كل جوانب الروحية لمجتمعه، من الأغاني، من العادات، من التقاليد، من القوانين إن وجدت، من الفنون. كل هذه الجوانب الروحية هي التي يجعل الإنسان مثقفا أو غير مثقف. وبالتالي لا أعتقد بهذا المعنى هناك إنسان غير مثقف. كل الذين موجودون في الحياة وفي المجتمع ما هم مثقفون إلى حد ما. عمر الرسول يحاول أن يكون منسجما مع واقعه بكل تعابيره المختلفة. أدخلت المثقف هنا في الكم الثقافي، ولكن دوره وظيفته في المجتمع. المثقف طبعا حينما نتحدث عن دور المثقف في الواقع ومدى تأثيره في تغيير الأمور أو في رصد الجوانب التي تكمن فيها الخلل، وبالتالي بلورتها وتشخيصها، وبالتالي تقديم ما يمكن تصحيح أو تجاوز هذه الأخطاء أو هذه مكامن الضعف. هذه أعتقد المثقف الكردي. هنا نتحدث عن الواقع الكردي، وبالتالي نحن نتحدث عن مثقف. ربما المثقف هي كلمة عامة شاملة، ولكن نتحدث عن مثقف أمامه واقع لا يستطيع تجاوزه، وبالتالي ينبغي أن ندرس دوره في هذا الواقع. المثقف الكردي حتى الآن وللأسف الشديد لم يشكل وزنا خاصا به ليجعل السياسي أن ينتبه إليه أو يتعلم منه. بهذا الصدد أتذكر قرأت مرة لينين قائد ثورة أكتوبر يقول أنني قرأت رواية نيكولاي تشيرنوشيفسكي 10 مرات. روايته ما العمل. سياسي بعظمة هذا الشخص يقرأ رواية 10 مرات ليتعلم من شخصياته كيف تفكر كل شخصية من كل فئة اجتماعية. وبالتالي هنا حينما نقول السياسي ينبغي أن يستمع إلى المثقف، ولكن هنا ينبغي أن يكون المثقف أيضا قد بلور شخصيته ومكانته في المجتمع بشكل جيد، ولديه ما يقوله حينما يقابل السياسي، بل ينوره أيضا في عمله. في الحقيقة هذه إشكالية العلاقة ما بين المثقف والسياسي إشكالية قديمة، وإلى الآن ربما على الساحة الثقافية الكردية لم ينظر إليها بالشكل الدقيق والصحيح، أو إعادة المجرى إلى المجرى الصحيح. هنا أنت أستاذ عمر كيف تنظر إلى المثقفين؟ هل تراها كتلة متجانسة من زاوية المصالح الاقتصادية والسياسية؟ وإذا كان هناك اختلاف في هذا المعنى، من أين يأتي هذا الاختلاف إن وجد؟ نعم، المثقفون في كل أصقاع العالم طبعا لكل مثقف رؤيته، لكل مثقف أدواته، لكل مثقف فلسفته. هنا أيضا المجتمع الكردي لا يختلف عن طبيعة تلك المجتمعات. تجد مثقفا يساريا، مثقفا يمينيا، مثقفا في الوسط، مثقفا معتدلا، مثقفا راديكاليا، يعني هؤلاء المثقفون طبعا لكل مثقف من هؤلاء له رؤيته، زاوية نظر. المثقف الكردي للأسف حتى الآن يعني لم يشكل تمايزه على أساس رؤيته. للأسف أقولها ثانية، هو متميز عن غيره باتجاه سياسي، وإذا قرأت في العمق تلك الاتجاهات السياسية هي الأحزاب حقيقة، ترى أن
الأرضية مشتركة بينها، فقط هي مصالح حزبية ضيقة تجر مثقفا بهذا الاتجاه أو آخرا باتجاه آخر. بهذا المعنى، ولكن الجرح واحد، الجرح الكردي واحد، والحلم الكردي واحد، والطموح الكردي واحد. طالما المصالح الاقتصادية والسياسية هي التي تجعل من القوى السياسية متباعدة كل هذا البعد، الحركة الثقافية بطبيعة الحال هي جزء من هذه التركيبة الاجتماعية. نعم، هذه مسألة خطيرة. يعني السياسي المختلف، هناك حقيقة السياسيون يحاولون دائما أن يفتحوا صدعا في جدار ما، ويريدون أن يذهب هذا الصدع إلى الأخير. على المثقفين أن يكونوا في الأسفل كتلة متراصة لا يسمح لهذا الصدع أن يذهب إلى نهايته في المجتمع، وأن يشرخ المجتمع وفقا لأهواء السياسيين. هل ذلك ممكن؟ طبعا ممكن، بمزيد من العمل وبمزيد من العمل الثقافي. هذا ممكن وممكن كبح السياسي أيضا، كبح السياسي بل وتنويره وتوجيهه باتجاه واحد إذا لعب المثقف دوره المطلوب منه. هناك عدد غير قليل من المثقفين دائمي الانتقال بين المحاور السياسية، هل الأسباب في ذلك ذاتية أم هناك عوامل موضوعية؟ لا، طبعا هي ذاتية بالدرجة الأولى، وتمس هؤلاء، يعني هؤلاء الأشخاص يعني لا ينظرون إلى نفسهم مثقفون، وبالتالي المثقف لديه سلوك ولديه تصرف ولديه سلوك معين في المجتمع. هذا السلوك المعين قد تجده عند بائع ما الذي ينتقل كثيرا من موقع إلى موقع دون أن يقيم وزنا لنفسه أو لثقافته أو لدور كلمته. هنا بالتأكيد هؤلاء يدعون الثقافة، وبالتالي يتنقلون من جهة إلى جهة فقط للحصول على بعض المكاسب اليومية، ربما التي تخدم يعني لقمة خبزه أو لقمة يعني طعامه. هؤلاء هناك فئة دائما تبحث أين يمكن الحصول على لقمة أكبر. وللأسف المثقف الأصيل، هل هناك مثقف بهذا المعنى؟ مثقف أصيل؟ نعم، طبعا من ناحية الانتماء الفكري. نعم، هناك مثقفون عباقرة وعظماء وصلوا لحد الجوع وحد الموت جوعا، ولكنهم لم يتزحزحوا قيد أنملة باتجاه أن يخونوا رسالتهم ويخونوا رسالتهم الفنية والثقافية في الحياة. هناك عباقرة حقيقة، وكل العباقرة إذا رجعنا للأدباء أو الشعراء للكتاب الذين عاشوا السجون، الذين اعتقلوا، الذين طردوا، ولكن بقوا وصلاء لرؤيتهم ولرسالتهم. الكثير من المصطلحات الثقافية تتداول، وليس هناك جهد كتابي في فكفكة هذه المصطلحات كما يجب. فمثلا ما الفارق بين المثقف والمفكر؟ الفرق بين المثقف والمفكر حقيقة، المثقف أشرت في بداية هذه المقابلة، المثقف هو المتشرب، بالجانب الروحي لمجتمع ما. هذا المثقف. أضف إلى ذلك قلت المطالعات والكتب التي قرأها والحقول التي اطلع عليها، هذا هو المثقف. ولكن المفكر، إذن المثقف يأخذ أكثر مما يعطي، ولكن المفكر هو الذي يعيد إنتاج تلك الثقافة. نعم، هو أشمل من المثقف. المثقف
ربما أيضا ينتج نتاجا أدبيا، ولكنه متشرب بهذه الجوانب المجتمعية الروحية. ولكن المفكر هو الذي يختزل دور المثقف أيضا في شخصيته، وكل المنظومة الروحية إن صح التعبير والقيم الروحية التي تتحلى بها مجتمع ما يأخذها ويصهرها، ثم يعيد إنتاجها بطريقة تتناسب مع واقع شعب أو أمة ما، ليرى دربه ويرى مستقبله، وبالتالي يعمل لإنجازه. يحكى بأن هناك أزمة ثقافية إذا كنت توافق، وبالمقابل هل هناك أزمة تجابه الفكر ذاته؟ أزمة الثقافة، طبعا هناك أزمة ثقافية ليس بين الكرد فقط، هناك أزمات ثقافية بين المجتمع، بين العالم، يعني هناك أزمة ثقافية تمر فيها معظم المجتمع العالمي. ولكن لنحدد، الأزمة الثقافية في المجتمع الكردي تختلف عن الأزمة في المجتمع الكردي. لماذا تختلف؟ تختلف مثلا الكرد حتى الآن لم ينشأوا دولة خاصة بهم، وبالتالي سلطة سياسية خاصة بهم. إذن هناك غياب للتنظيم، غياب للمؤسسة، غياب للمدرسة، غياب للغة. حينما تغيب اللغة كعنصر هام في عملية الثقافة وفي عملية الكتابة، وربما الكتابة شيء آخر، ولكن هي جزء أيضا من هذه العملية. حينما تغيب كل هذه الأمور فهناك أزمة موجودة، وأزمة كبيرة. ولكن هناك أيضا أزمة من نوع آخر. مثلا حينما دخل التلفزيون ثم الفضائيات، طبعا الأقمار الصناعية حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولكن أيضا جاء هذا التطور على حساب ربما الكتاب، لأن كل شيء وعلى حساب الشعر وعلى حساب الفن، لأن الخبر، أي خبر في العالم يصلك بسرعة البرق عبر الفضائيات. هنا طبعا الواقع الكردي مرير من هذا الجانب الثقافي، لم يستطع أن يكون أدواته بعد، ثم جاء هذا التطور الهائل فأصبح في تحت هذه المظلة ولا يستطيع تجاوزها. هنا يحتاج المثقف الكردي حقيقة بالتعاون مع كل المؤسسات الأخرى السياسية والاقتصادية وكل المؤسسات الأخرى لبناء ما يمكن أن يعطي دورا لنمو الثقافة كرديا. على سبيل المثال، سابقا كان يقال الأمي هو الذي لا يعرف الكتابة والقراءة، هذا هو الأمي بالتعريف التقليدي. ولكن الآن في الألفية الثالثة هذا التعريف لا ينطبق، هناك تعريف آخر للأمي. في العلوم البصرية مثلا هناك علم صار المبادئ العلوم البصرية. إذن الأمي حسب هذه الرؤية هو ذاك الذي لا يستطيع أن يستخدم الكاميرا. الذي لا يستطيع أن يستخدم الكاميرا في هذا العصر هو أمي، لأن أسرة الكاميرا هي ربما أكبر من كل الأسر الفنية الأخرى. وبالتالي الإنسان الذي لا يستطيع أن يستخدم جهاز الموبايل أو جهاز التسجيل أو الكاميرا هو حقيقة إنسان أمي في هذا العصر. يعني عليه أن يتكيف مع التقنية الحديثة. أبدا، هذا هو القصد، هذا الغاية. إذن أنت تقرأ، أنت تحاول أن تؤسس لثقافة تبني
جملة العوامل التي يمكن أو توجد جملة العوامل التي يمكن أن تخدم ثقافتك، ولكن ينبغي أن تكون هذه الثقافة مفتوحة على الحاضر وعلى المستقبل أكثر مما على الماضي. وهذه إشكالية حتى الآن. الواقع الكردي منفتح على الماضي، منفتح على الذاكرة، على جراحه، على تاريخه المؤلم أكثر مما يتجه باتجاه الحاضر أو المستقبل. يقال بأنه العصر لم يعد عصر التفكير، أنه الإنسان لم يعد في حاجة إلى التفكير، فكل حاجياته تقدم له. لا أختلف معك في هذه الرؤية، أو أختلف مع هذه الرؤية بشكل عام. بالعكس، هناك سابقا كان هناك في انسيابية وعفوية في الحياة. الآن لا، الآن يحتاج الإنسان التفكير بكل شيء، لأن طبيعة المجتمعات تتعقد أكثر من ذي قبل. كان هناك عفوية في السلوك البشري، الآن هذه العفوية لا تستطيع أن تحملها وتذهب بها إلى بلد أوروبي أو إلى مدينة تتطلب منك التفكير بكل شيء، وحتى على صعيد مشاريعك الصغيرة. هذه المشاريع تحتاج دائما إلى تفكير وإلى تحليل وإلى كيف تحول هذه الأفكار إلى واقع، وكيف يمكن لها أن تنجح، لأن الإنسان بطبيعته أصبح فردا في مجتمع، وهذا المجتمع يرتقي شيئا فشيئا. ربما في المنظومة العالمية على هذه المجتمعات أيضا أن ترتقي بها، ولكن قبل أن ترتقي بها ينبغي أن ترتقي بأفرادها وبثقافتها وبمجمل نشاطها الحياتي. هناك توجه عام في تكوين أو بناء مجتمعات استهلاكية. المثقف في المجتمع الاستهلاكي كيف يجد نفسه؟ نعم، هذه معضلة كبيرة حقيقة. يعني حينما نتحدث عن العالم، نتحدث عن الثقافة، عن الاقتصاد. هناك من هذه الأمم فقط 20% من البشر يتحكمون ب80% من الثروة العالمية، و80% من الناس لهم فقط 20% من الثروة. الدول المتطورة، هذه الدول هي متمركزة على ذاتها، تعمل وفقا لمصالحها، أوجدت هذا النمط من الحضارة، ولا تسمح للدول الأخرى أن تتطور، وبالتالي تمتلك وسائل إنتاجها لتنافسها في الثروة. تريد العالم هكذا، وبالتالي لا تنتج إلى هذه المجتمعات إلا الاستهلاك. ينبغي أن تكون شعوبا مستهلكة تستهلك مما ينتجون من بضائع، ومما ينتجون من أدوات، ومما ينتجون من وسائل. إذن أنت مستهلك. والمثقف في هذه المنظومة إنه يتعامل مع قيم الاستهلاك. أنت تدعو لقيمة سامية، ولكن القيمة السوقية الموجودة تتعارض مع هذه القيمة. هنا تكمن المعضلة. إلى أي مجال، إلى أي حد أنت قادر في هذه المعركة أن تخلق قيما جمالية شمولية بحيث تحرر الإنسان أو توعيه من أن يدرك حقيقة واقعه، أن يدرك أنه إنسان مستهلك ويعيش في الهامش الإنساني والهامش البشري. كيف يمكن أن تجعل من هذا الإنسان المستهلك
أن يقف على حقيقته، وبالتالي أن يسعى لتشرب قيمة جمالية أخرى غير القيم الجمالية أو القيم الاستهلاكية المترافقة مع الأشياء التي تصله في حياته اليومية. يمكننا أن نشير في الوسط الثقافي الكردي إلى العشرات من الشعراء والكتاب والقصاصين ربما، ولكن لماذا لا يمكننا أن نهتدي إلى مفكرين كذلك؟ سؤال في غاية الأهمية. المفكر هو نتاج مجتمعي. يكون المجتمع قد أنجز الكثير من جوانب ديمومته واستمراريته بشكل المطلوب. المفكر لا يوجد مفكرين كرد لأن مجتمعه يعني لا زال ممزقا في كل شيء. حينما توصل بين هذه الجزر الطبيعية الموجودة، هي موجودة، كل شيء موجود، ولكن ما يحتاجه الكردي هو أن يضم هذه الجزر إلى بعضها ويفتح بينها طرقا ووسائلا للتفاعل، ومن ثم يسير بشكل طبيعي في نشاطه. حينما تكتمل هذه الجوانب التراكمية، هذا التراكم الكمي سيدفع باتجاه تراكم نوعي. هذا التراكم المعرفي سيدفع باتجاه خلق تراكم آخر، شخص قادر على أن يلم بكل الواقع، وبالتالي أن يؤسس لنظرية، لأن المفكر هو المنتج للأفكار، هو القادر على الرؤية الشاملة لمجمل جوانب المجتمع والحياة، وبالتالي إنتاج فكر ما. وهل عدم وجود هؤلاء المفكرين يشكل عاملا ما في عدم تحقيق الكرد لطموحاتهم التحررية؟ طبعا هذا يؤثر، ولكن المفكر هنا أي مفكر عالمي، هناك علاقات بين البشر والثقافات. معظم الثقافات التي اطلعنا عليها هي ليست ثقافة كردية. اطلعنا على بعض الثقافات، على بعض الكتب، على بعض الكتب الشعري أو القصص في الآونة الأخيرة والروايات، ولكن معظم قراءاتنا هي قراءات عالمية لمختلف الشعوب: ألمان، روس، أمريكا اللاتينية، العرب، الفرس، الأتراك، كل هذه يعني قرأنا هذه النتاجات. طبعا وأيضا إذا اعتمدنا على ثقافتنا فقط لما وجدت الآن كاتبا يكتب، ولكن اعتمدنا على الثقافات الأخرى. أيضا يمكن الاستفادة من خبرات الشعوب، من المفكرين والمبدعين الآخرين الذين جاءوا في مكان آخر وبين شعب آخر، وبالتالي الاستفادة الكبيرة من نتاجاتهم الفكرية، ولكن هنا يجب أن توظفها بشكل دقيق تخدم جوانب حياتك.